السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية وراحة بال. نبتدي فيديونا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأكيد مثل ما تشوفون يا حبايبي بلش الفيديو وياكم وأني مصورة روحتي. انقسمت لي الزيارة ورحت مشاية بوفاة موسى بن جعفر سلام الله عليه، وعظم الله أجورنا وأجوركم يا حبايبي، والحمد لله والشكر إن انقسمت لي الزيارة. طبعا الآخر لحظة يا بنات، أني كنت مترددة وقلت لهم ما أروح مدى أشوف بنفسي أقدر أمشي. فقلت لأبو الجهال، قلت له أخذ زهراء بنتي الكبيرة وياك وروح، لين خطية قالت خلي نروح. فأني قلت ما أقدر، قلت أخذ البنية الكبيرة وروح أنت وياها وروح. فقالوا ها هي. بعدين من حضرتها أختها الصغيرة قامت تبكي، قالت ماما ما دام هم يروحون إلا أنا وياك هم نروح وياهم. قلت لها ماما عوفيهم، نقعد بالبيت أسوي لك كذا هاي. يعني بس ردت أقنعها بس ما اقتنعت، قالت إلا نروح إلا تاخذينا ونروح وياهم. عاد والله انقهرت عليها قامت تبكي، قلت يلا ها هي مقسومة لنا الزيارة بعد سبحان الله. وقمت والله يعني بس حضرتهم صلينا صلاة الظهر وتوكلنا على الله وطلعنا للزيارة. ومثل ما تشوفون يا حبايبي والله العظيم صدق يعني اللي ما محسبت له حساب الزيارة تطلع أحلى زيارة راحتها بعمرك والله العظيم. اي والله يا بنات، يعني ها أول مرة بحياتي أروح بوقت الزيارة وما أتعب، يعني ما حسيت بتعب وهو مثل كل مرة. قلت يا سبحان الله، أني كنت خايفة من هذا الشي، إنه قلت ما أقدر أروح وراح أتعب بالطريق وما أقدر أمشي. بس الحمد لله والشكر رحنا وكانت سهلة وطبينا للإمام قدرنا نزور، ألف الحمد لله والشكر. وهنا يا حبايبي هنا ثاني يوم، طبعا كان عندي شوية ترتيبات بالمطبخ، شوية تغييرات وهالسوالف. تعرفون إحنا على أبواب رمضان إن شاء الله. ربي يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية، ولا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. طبعا صار فترة يعني هذا الحديدة مالت الكاونتر اللي يم السلة اللي أخلي عليها مواعين، فدائما يزنجر الصبغ ماله يتغير. هذا الصبغ مالته يوقع، فدائما أغير بيه وأسويه يعني أصبغه. وعندي هاي السلة، طبعا أول ما سويت الكاونتر أني يعني كل ظني اتفقت ويا الرجال إنه يسوي لنا إياها يعني بيها يعني سلة وبيها باب. فانصدمت من سويته ويعني جو شدوا لي إياه، لقيت السلة بدون باب. قلت له ليش؟ كان يقول لي هو السلة ما ينحط له باب إلا أنتم تقولون. قلت له يعني شلون يصير السلة هيك ظاهرة، يعني شكله ما حلو كلش كان ما عاجبني. فقال ما يصير، وإذا نسوي لازم نشيل الكاونتر كله، يعني نشيلعه وناخذه للمعمل وهناك نسوي. قلت بعد ما يفيد. فشكله كلش ما كان عاجبني، كان لون السلة مالته لون كريمي أو بيجي هيجي، فظليت أصبغ بيه يعني ما كنت أحب لونه. دائما أجيب هذا الصبغ هسه شفتوه الرشاش وأصبغه بيه. وهنا طبعا شوفتكم قبل وبعد، سويت نص من عنده قلت يعني أشوف لكم إياه شلون شكله يتغير من أصبغه. والشكل الثاني يعني كلش نشاز يصير لمن يتغير اللون مالته. فيشوفوني دائما كل بين فترة وفترة أغير الصبغ، يعني أجدده حتى يصير شكله حلو ومرتب. فكملت صبغ خليته ينشف. وهنا يا بنات بلشت أغسل بالكراسي مالت ميز الطعام، غسلت تكرمون شكو أحذية وسخة وهالسوالف، وغسلت الحوش. طبعًا سويت هذا الشغل قبل تعزيلة المطبخ. ليش؟ لأن الجو كلش بارد، قلت إذا أخلي إيدي بشغل المطبخ فلليل ما راح أخلص. قلت أول شي أغسل ذني حتى بالليل، لأن الجو كلش بارد يصير وبعد ما أقدر. ومثل ما تعرفون يا بنات صار كم يوم الجو ما شاء الله ثلج يعني بالليل. فدائمًا أي شغل عندي إياه يعني بيه ماي غسل وهاي السوالف وتعزيلات دائمًا بالنهار أحاول أخلصهم، حتى ما أتعب بالليل والجو يصير بارد كلش ويأذيني. وطبعًا هنا بلشت خليت مزيل دهون على الطباخ وعلى السيبايات، ونزلت السلة والكواب اللي أحطها عليه، والزرعة اللي أخليها بصف الطباخ دائمًا تتوسخ لأن قريبة عالدهون. فنزلتهم وهم ذبيت عليهم مزيل الدهون وخليتهم شوية وبلشت أجلف بيهم بهالشكل. طبعًا هنا لبست جفوف لأنه إصبعي متعور، وأني خليت مزيل دهون على السيبايات والطباخ فخفت إيدي يتأذى. لبست جفوف. طبعًا أني أتمنى دائمًا من أشتغل ألبس جفوف حتى ما أتأذى بهاي المنظفات ومزيل الدهون وهالسوالف. فعلى يعني لو أقدر ويوميا هيجي مني أنظف وأغسل ألبسهم والله، يعني أكيف
بس شنو أحس ما لي خلق هين أو ما متعودة عليهن، ودايمًا أحب أشتغل بإيدي، ما أدري الكل هيجي لو بس أني، أحب يعني أكثر شي بإيدي أشتغل، لمن لابسة جفوف أحس ما أحس وأني أنظف، زين. فهنا أنا كمّلتهم وبلشت أغسل بهاي الفازة والزرعاية، وتعالوا يا بنات شوية أحكي وياكم ونسولف، يمكن أني حسدتكم قبل فترة متباهية بيكم وبتفاعلكم وبمحبتكم، هاي فيديوين أنزّلهم مدى أحس يعني تفاعلكم حلو عليه، ليش يا بنات؟ ليش تزعلوني من عندكم ليش؟ بحيث هاي 3 أيام أني ما عندي واهس أصور وأنشر. أحس تفاعلكم يعني ما يسوي لي واهس، انتو تعرفون يعني دائما لايكاتكم كومنتاتكم الحلوة تسوي واهس وتشجع وتسوي لنا حافز انه نظل نصور وننشر. اليوم صورت هذا الفيديو راح انشره بنات، اذا ما شفت تفاعلكم اخرب وياكم بعد ويطير راسي وبعد مالي خلق حتى اصور وانشر. فاليوم اشوف تفاعلكم على قدر المحبة، اشوف التفاعل، اذا شفت تفاعل حلو يعني تحبوني وتشجعوني وتريدوني دائما أنشر، وإذا ما شفت تفاعل خلاص بعد حتى واسي يطير وبعد ما أصور وما أنشر، وهاي بقت يمكم بعد انتو. الشاقة وياكم حبيباتي والله الشاقة، بس لا صدق والله تفاعلكم نازل وأني أضوج من أشوف التفاعل نازل، أحبكم دائما منوريني الحساب القناة، تفاعلكم بلايكاتكم كومنتاتكم، والله العظيم لو تشوفوني من أشوف كلماتكم الحلوة تكتبوها بالكومنتات إيش قد أفرح، والله من كل قلبي أفرح يعني ويصير لي واهس. شوفوا شلون هم أخذتنا السوالف ونسينا الروتين وإحنا إيش نسوي. مثل ما تشوفون يا بنات جلفت الطباخ جلفة معدلة من هاي التمام اللي تريح القلب، وغسلت العيون كلها ونشفتهم ورجعتهم، وخلف الله على هذا الطباخ متحملني صار له سنين، صار له تقريبا فوق 13 سنة يا بنات، وأني هاي يومية 3 4 مرات أجلف وأغسل، فخلف الله عليه متحملني، بس مزنجر العيون مالته، بس الطباخ كله نظيف كل شي ما بيه. العيون مالته بعد يقول لي خلاص كافي جوزي من عندي بس أنا ما أجوز. وهنا يا بنات بلشت أنظف بالمرشحة، طبعا أحلى شي أذب عليه شوية مزيل الدهون أجلفة جلفة وحدة وينظف، لأنه شنو الجام من ينحط عليه مزيل الدهون بسرعة ينظف. وهنا طبعا ورا الطباخ هم تعرفون الدهون وهاي، هم ذبيت عليه شوية من المزيل الدهون وجلفته ومسحته، طبعا ما أقدر أغسل لأن تعرفون فراش الشتا بالقاع وما أجازف يعني وأشيله هسه والجو بارد، وإذا أغسله ما ينشف بسرعة. فهذا الروتين العميق إن شاء الله شكد نسوي يا بنات قبل رمضان، قبل رمضان راح نسوي فيديوهات إلا تجنن، كله روتين وتحفيز وحماس، أسوي لكم روتينات من هاي تعجبكم والله. زين بس هسه ما قدرت لأن الجو بارد، وأصلا يعني عايفة هذه الروتينات قبل رمضان إن شاء الله. بس شنو يا بنات أول شي راح أبلش بيه هو تفريزات رمضان، طبعا أني شو أقول لكم أني من عشاق تفريزات رمضان، وكلش استفاد من عنده وكلش أحب هاي التفريزات اللي أسويها قبل رمضان، يعني لو أقول لكم إيش قد يفيدني وإيش قد أستفاد من عنده. طبعا أول العام كنت أنشر أكو بنات كانوا يدخلون يقولون شنو من هسه تفرزين، وأصلا أساسا ليش تفرزين، يعني يوم بيومه طبخ يسوي بنات، يعني كل بشر وإله ظروفه إله حياته اللي عايش بيها، زين ويعرف شنو اللي يفيده وشنو اللي ما يفيده، يعني أني صاحبة بيت وأطفال 2 مدارس، ويعني أني مسؤولة من بيت كامل، وتعرفون يعني رمضان واحد صلاة عبادة قرآن، زين. فمن أسوي هاي الشغلات التفريز هواي راح أستفاد من عنده وهواي راح يختصر لي من الوقت، فدائما أحب أسوي، وإن شاء الله راح أسوي سلسلة تفريزات وياكم، بس كتبوا لي يعجبكم هاي الفيديوهات ولا إذا يعجبكم حتى إن شاء الله أبلش وأسوي وياكم التفريزات وراح تستفادون من الشغلات اللي أسويها، ومتأكدة راح يعجبكم. فإذا حابين محتوى التفريزات مال قبل رمضان كتبوا لي حتى إن شاء الله أصوره وياكم. وهنا كملت يا بنات المطبخ ونظفت الطبلة مسحته كله مال تلميذ الطعام، وبهالوقت يا بنات صار الدنيا غروب والجو صار ثلج وأني إيدي بالمي، فمسحت الصوبة ونظفتها وشغلتها حتى البيت يدفى.
وبلشت وراها أكنس. طبعًا هنا كملت كل شغل المطبخ، نظفت الكاونترات والحايط والطباخ والكراسي غسلتهم مثل ما تشوفون. كلش يعني خلّصت كل شي يالّا بلّشت كنست البيت. طبعًا هاي البرادات تتذكرون قبل يومين 3 غسلتهم كلهم ويا الشغلات مالت الكريسماس شِلتهن من الاستقبال، فجنت غاسلتهم ناشفات، فورا ما كمّلت تنظيف البيت نزّلتهم. طبعًا هنا إجا بوقته الهريسة، وفاة موسى بن جعفر سلام الله عليه، والجوارين وزعوا ثواب، فكانوا جايبين لنا هريسة حارة وأني كنت شنو بنص الشغل وبردانة ودا أطقطق، فقلت والله إجا بوقته، قعدت أكلت هريسة، دفيت روحي وبلشت أكمل ترتيبات المطبخ. وهنا يا حبايب شكلت البردة وخليت المفارش مالت الكراسي. طبعًا بنات هاي المفارش دائمًا يسألوني عليه من أين أشترى البنات، فيقولوا لي مثلًا من أي بيج مسويه أو من وين طالبته ومشتريته. فبنات أني هذا القماش أني أشتريه وأخيطه، تعرفون أني خياطة، فأني يعني أي شي أسويه بالبيت للمطبخ للكراسي للثلاجة للمجمدة أسوي خطوات فكله من خياطي. وهنا يا بنات هاي الجولة الأخيرة، وهنا صورت لكم الكاونتر بعد ما صبغته، شوفوا شلون شكله اتغير وصار كلش حلو. فإذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات وانطوني رأيكم، ولا تنسون حبيباتي تابعوني وخلوا لي لايك وكومنت وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. ولهنا أختم الفيديو وياكم، إن شاء الله عجبكم ونال رضاكم. قبل لا أختم حابة أقول لكم أنا أحبكم كلش هواية والله يحفظكم إن شاء الله. ووصلنا لنهاية الفيديو، أترككم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.